لقيت خطيبي قاعد جنبي بيقول لي بصي بقى، اللي اوله شرط اخره نور. وانا اهم حد عندي في الجوازه دي كلها، والجوازه اصلا مبنيه وقايمه على امي. امي امي امي. فقلت له مالها مامتك يعني؟ قال لي بصي انا حياتي كلها امي، وانا بتجوز علشان خاطر ايه؟ امي هتفضل عايشه معايا واحنا التلاتة نبقى مع بعض. فعرفيني يا بنت الحلال من دلوقتي، هتقدري تعيشي مع ماما وتاخدي بالك منها وتراعيها واحنا التلاتة نبقى عايشين سعداء مع بعض في البيت والدنيا كويسة ولا لا؟ فطبعا قلت له انا عارفة الكلام ده من الاول، بس انت ليه كل شوية تتك على نفس الكلمتين دول؟ قال لي لا، علشان اللي اوله شرط اخره نور. انا اتقدمت لكذا واحدة قبل كده وكانوا بيرفضوا. انا وامي لينا علاقه كده خاصه ببعض، وانا ما اقدرش اسيبها ولا دقيقه. فقلت له ايوه بس انت عندك اختي، يعني المفروض تبقى شايله عنك شويه. ده الكلام ده ايه؟ انا كده كده موافقه على الجوازه دي، وشايفه ان هو حنين على مامته وبيراعيها واخد باله منها، بس حاسه ان الموضوع اوفر شويه. ما كنتش عارفه بقى المصيبه اللي جايه بعد كده. المهم قلت له الكلمتين دول، قلت له طب اختك فين؟ فلقيته بص لي كده وتلجلج، قال لي لا اختي احنا، بصي احنا اعتبريها مش موجوده، اعتبريها ماتت، اعتبري ان انا ماليش اخت. قلت له ازاي بقى يعني؟ انت واختك ده انتوا الاتنين بس، ودي مامتكوا وباباك الله يرحمه من زمان. فازاي هي؟ انا يعني لا شفتها في خطوبه ولا شفتها بتكلمني انا حتى كخطيبتك، ولا انت بتجيب سيرتها، ولا مامتك بتجيب، ولا اي حد بيجيب سيرتها خالص. قال لي عشان احنا معتبرينها كده. قلت له بس يعني وضع غريب. المهم قال لي ايه؟ اقفلي على الموضوع ده ومالكيش ولا تتكلمي فيه خالص، واعتبري ان انا زي ما قلت لك كده ماليش اخوات. قلت له طب خلاص، المهم ان انت كويس معايا ومامتك كويسه معايا والدنيا كويسه. قال لي بس الله ينور عليكي كده، علشان انا مش عايز اي مشاكل تحصل ما بعد، يعني فيما بعد الجواز تيجي تقولي لي لا انا مش مستحمله مامتك، لا وديها عند اختك. انا بجيب لك من الاخر اهو، علشان لو مش كده يا بنت الحلال نفسخها من دلوقتي. انا طبعا لما قعدت مع دماغي عشان قبل ما اوافق عليه يعني، قلت انا ماليش اصلا، يعني والدتي الله يرحمها توفت وكانت تعبانه وكنت براعيها وبتاع. فحسيت ان انا عايزه محتاجه اصلا انا يكون عندي ومامته ست كويسه جدا وطيبه وحنينه وكل حاجه. فطب ايه المشكله ان انا يعني ارفض الجوازه وهو كويس جدا وطيب؟ وطالما هو بيعامل مامته كده، فاذا هيعاملني انا كمان كده. ده بقى كل اللي كان فين في دماغي طبيعي يعني. المهم قلت له لا ما تشيلش هم وبتاع وخلاص على كده. وقد كان واتجوزنا. طبعا اتجوزنا في نفس الشقة. طبعا الشقة اتوضبت وكل حاجة وشقة عروسة ومفيش أي مشكلة يعني، بس مامته موجودة معانا في نفس البيت. المهم من أول يوم كده قلت له إيه؟ طيب مامتك يعني هتبقى موجودة مش موجودة على طول؟ هتروح في حتة خالة عامة بتاع، ولا هي موجودة طول الوقت؟ قال لي لا، ماما ما مستحيل هتتحرك من البيت. طيب انا افرض مثلا عايزه اسافر، عايزه نروح، عايزه نيجي، هنعمل ايه؟ قال لي يبقى يحلها حلال بقى، وقتها ناخدها معانا، هيبقى ليها صرفه يعني. المهم اول يعني بدايه الموضوع بقى كده ان ما كانش فيه شهر عسل. ومش دي المشكله خالص برضو، يعني كنا متفقين عليها ده خارجين من مصاريف جواز وبتاع، فما كانش كده كده ما كانتش الدنيا ايه احسن حاجه، لان صرفنا فلوس كتيره جدا على الفرح، وعملنا فرح اخر جمال. المهم مامته موجوده والدنيا لطيفه. مامته اصلا تعتبر يعني قاعده، كانت جات لها جلطه وما بتتحركش غير لما احنا نخش نقلبها كده ونقلبها كده، موضوع كبير يعني شويتين. ففي الاول لقيته ايه بقى؟ بداية الموضوع مهتم جدا باكلها،
لا ماما ما بتاكلش غير من ايدي. فقلت طيب ماشي، قلت له طيب ما عنديش مشكله، يا حبذا يعني ان انت اللي تاكلها. فما بيصحى الصبح يفطرها قبل ما ينزل يروح شغله، يرجع من الشغل قبل ما هو يتغدى وقبل ما يقلع هدومه يكون بيغديها وبيديها الدواء، يخرجني بره خالص يقول لي لا انا الوقت ده بتاعي انا وماما، فاخرجي انتي وانا سيبيني انا وماما مع بعض، ياكلها ويديها الدواء وبتاع، وانا ايه ما بخشش عليهم بقى خالص في القصه دي، ممنوع ان انا ادخل وهم قاعدين مع بعض بيتونسوا مع بعض. المهم مش فضلنا ماشيين 3 شهور على الموضوع ده، ان هو اللي بياكلها وهو اللي بيشربها وبتاع، ونخش انا وهو نحميها ونغير لها ونقلبها الناحيه التانية ومش عارفه ايه. فالعادي خالص ان انا كنت مبسوطه، ما كانش يعني ما بداتش اشتكي غير لما حصل الحمل. اول ما حصل الحمل بقى انا تعبت جدا، طبعا صعب عليا ان انا اشيلها واقلبها وبتاع. فقلت له ايه، قلت له طب فتره الحمل حتى نجيب ممرضه ولا حاجه تساعدني. فقال لي هو فعلا الوضع كده بقى صعب جدا. فقلت له طب نوديه، لسه بقول له نوديها عند اختك، راح اداني بصه كده اللي هو ايه، رحت ساكته تاني. المهم البيه جاب ممرضه، الممرضة أول شهر عرفنا ندفع لها ودبرنا الأمور يعني مصاريفها وبتاع، لأن تاخد مرتب كبير برضه. جينا تاني شهر طبعا مع ظروف حملي وبتاع، فقال لي لا أنا مش قادرة أدفع، فأنا هشيل معاكي وهنحاول نظبط يعني نحاول نظبط الدنيا وبتاع. المهم مشينا الممرضة عشان الظروف المادية وبتاع، وفضلنا إيه أنا وهو بقدر المستطاع يعني نظبط الدنيا لحد ما فضلنا كده لحد ما ولدت. الضغوط طبعا والدنيا زادت بعد ما انا ولدت. فقلت له طب انا دلوقتي برضو مش قادره، هنعمل ايه؟ قال لي مفيش حل. وحصل عنده دروب في الشغل، دروب جامد جدا حصل معاه في الشغل، فبقت الفلوس اقل والاسعار زادت، فالدنيا بقت ايه، واقعه. وإذ بيه فجأة ألاقي معاملته مع مامته اتغيرت تماما، يا دوبك سنة وكم شهر كده جواز. المفروض ان هو كان بيخش يأكلها طبعا، ده كان في الأول، بعد كده أنا أكلها هو يأكلها مفيش مشكلة. فدخلت عليه فبقول له انت ما اديتهاش الدواء ليه؟ انا لقيت شريط الدواء زي ما هو. قال لي لا 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 فكك مش مهم. فقلت له فكك مش مهم يعني ايه؟ قال لي لا مش مشكله، مش لازم تديها الدواء، بديهولها يوم او يوم لا. فقلت له ده كلام دكتور؟ ده مش كلام دكتور، انت بتفتي ليه؟ قال لي يا ست يعني هي هنشتري لها عمر فوق عمرها؟ فبصيت له كده حسيت ان هو ايه، هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه التغيرات انت بقيت بني ادم تاني ليه كده فجأة؟ انا قلت يمكن مضغوط وحالته النفسية سيئة بسبب الشغل والظروف المادية والكلام ده. فبس يعني اتفاجئت بطريقة الكلام. انا ما سمعتش كلامه، وبقيت بديها اخش انا اديها الدواء بتاعها كل يوم. وهو بقى عايزه تاكليها انت اكليها، مش عايزه تاكليها ان شاء الله ما اكلتيها مش مهم، بقيت انا اخش اكلها كل يوم. انا اللي بغير لها، انا اللي بعمل كل حاجه، لحد ما لقيت نفسي انا بنهار، وهو لا عايز يغير لها ولا عايز يعمل لها اي حاجه تماما. لحد ما لقيته جاي لي في يوم بيقول لي انا هودي ماما عند اختي. فبصيت له كده قلت له هتودي ماما عند اختك ازاي؟ ده انا بس يعني كنت مجرد الاقتراح كنت بتبصلي وتبرق لي كده كنت بسكت. اختك ايه اللي جد يعني هتودي ماما عند اختك؟ قال لي اه خلاص بقى انا مش قادر استحمل والظروف الماديه مش احسن حاجه، انا هودي ماما عند اختي.
فقلت له طيب تمام، طالما انت هي هتبقى كويسه، مامتك هتبقى كويسه وانت هتبقى كويس، خلاص، المهم الست حد يراعيها. وانا قلت ايه، اشم نفسي شويه، ان شاء الله حتى اسبوعين 3 وتبقى ترجع تاني، ما عنديش مشكله. المهم قلت له طب، فعلا خدها وشال هدومها وكله وخدها وداها. قلت له طب اجي معاك اشوف اختك اللي ما شافتش حتى ابني دي، اي حاجه. قال لي لا، هي ماما اللي هتروح لها، وانسي انه برضو ليا اخت. انا بقيت مستغربه، هو بيقول كده ليه؟ طب ما انت هتوديها يعني هتودي ماما هو عندها، ففين المشكله يعني؟ ما خلاص كده تبقى المشاكل اتحلت، المشاكل اللي انا معرفهاش برضو. المهم اتحايل عليه يمين شمال، قال لي انسي خالص انك الموضوع ده خالص. طب اكلمها في التليفون، قال لي ولا برضو تكلميها في التليفون ولا تعملي اي حاجه. بقيت مستغربه، هو ليه بيعمل كده؟ شهر 2